جمال العيون من الحاجات اللي بتبرز جمال الوجه والملامح بتاعته. ما ينفعش ان احنا نخلي اي حاجه تعكر صفو الجمال ده. شد الجفون او البليفاروبلاستي بقت الحل دلوقتي لو انت عندك اي ترهلات في الجفون. انا دكتور احمد الادور، استشاري جراحات التجميل. النهارده جاي نتكلم ونحكي لكم عن موضوع وقصه شد الجفون. السيدات اللي في العمر الكبير بيحصل عندهم ترهل وتهدل لجفن العين، بينزل وبيبقى ساقط وبيغطي على العيون وبيخلي بالنسبه لنا الرؤيه يبقى فيها مشاكل. عمليه شد الجفون من العمليات الامنه تماما اللي بنقدر بيها ان احنا نستأصل الجلد الزائد في الجفن العلوي. بالنسبه للجفن السفلي لو في اي تهدل وجلد مترهل بنعمل استئصال للجلد الزائد في الجفن السفلي، بس هي التركه في الجفن السفلي ان بيبقى فيه تكتلات دهنيه موجوده اكتر، بنسميها بافي او بافنس في الايلid. التكتلات الدهنيه دي احنا بندخل نشيلها مع الجلد. الجفن العلوي غالبا احنا بنعمل شد للترهلات فقط، وبنشيل شويه دهون او بنعيد توزيعها بحيث ان احنا ما نوصلش للاف-فريم ديفورميتي او لما يبقى في حفره موجوده عندنا اعلى الجفن. بالنسبه للجفن السفلي لو احنا عندنا تكتلات دهنيه فقط فاحنا ممكن ندخل نشيلها من جرح داخل العين في منطقه الملتحمه، ما بنحتاجش جرح خارجي. لو احنا عندنا تكتلات دهنيه ومعاها ترهلات شديده في الجلد بتاع الجفن السفلي، ساعتها لازم ان احنا هنضطر نفتح الجرح بتاعنا علشان يشيل الترهلات من الجفن السفلي. جرح الجفن العلوي بيبقى مخفي في طيات او في ثنايات الجفن، مش بيبقى باين. جرح الجفن السفلي نفس النظام، بيبقى تحت الرموش مباشره، ما بيبقاش باين. بالكريمات الموضعيه الجروح وبلزقات واستخدام السيليكون جيلز، الحاجات دي مع الوقت بيبقى اثرها يكاد يكون مش موجود. رجعي ثقتك بنفسك تاني، وجددي جمالك، وجددي احساسك بثقتك بنفسك وجمال الوجه بعمليات شد الجفون. العمليات دي احنا بنعملها بمخدر موضعي، مدتها ما بتستغرقش من نص ساعه لساعه الا ربع بالكتير، ونخرج في نفس اليوم على طول وبنستعيد شبابنا بنفسنا.